يا صباح الهنا على الناس الحلوة اللي متابعيني. طبعا انا صحيت من النوم متأخرة جدا، وسيلة وسيليا قاعدين بيلعبوا في الأوضة، فقلت ايه هقوم اعمل كده اكل سريع. فهنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي وسريعة. هنعمل رز بالجمبري. معانا حلة على النار فيها شوية من الزيت، طبعا الزيت يبقى سخن. مقطعين بصلة مكعبات صغيرة بالشكل ده، وهننزل في الزيت بالشكل ده كده لحد ما البصلة تغمق خالص، لحد ما يبقى لونها بني غامق جدا. طبعا البصلة هي بدأت تدبل، هنقعد نحمر فيها لحد ما يبقى لونها بني غامق جدا. تعالوا نشوف مع بعض. شايفين كده البصلة بدأت تغمق؟ انا عايزاها اغمق من كده كمان، يعني انا عايزاها لونها غامق جدا. يعني كده يا دوب، يعني يعتبر ما غمقتش قوي، هسيبها لحد ما تبقى بني خالص بالشكل ده كده. اغمقت معايا خالص اهو، ده اللون المطلوب. هنكون محضرين الجمبري بتاعنا، غسلينه ومنضفينه كويس جدا ومصفينه من الميه. هننزل على البصله وهنقلبهم كويس جدا. بالشكل ده كده هنقلب كويس. في المرحلة دي هنحضر البهارات بتاعتنا. هنضيف بهاراتنا، ملح، والملح حسب رغبتك انتي، معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، انا مش هكتر علشان عيد بناتي. هقلبهم كويس جدا. هبدأ انزل بالرز بتاعي مغسول ومتنضف كويس جدا، ومتصفي قصدي كويس جدا اهو. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. الريحة بجد حلوة قوي. هنبدأ ننزل بالمية بتاعتنا، كل كوباية رز عليها كوباية من المية. بس يا سيلا بعد اذنك، بالشكل الجميل ده كده. شايفين الجمال؟ ولا احلى واروع من كده. طبعا هنغطيه لحد ما المية تتشرب. غطيناه وهسيبناه اهوت لحد ما يتشرب. هننقله على العين تانية والنار هادية. تعالوا نشوف مع بعض الجمال. شايفين الجمال؟ طبعا هو لسه بيتشرب، فهديله تقليبه كده على النار. وحضرت العين التانية وطيت عليها وحطيت الشياطة. الرز بتاعنا اتشرب، هنقلبه طبعا كويس جدا. شايفين اللون والجمال؟ هنطفي على العين الكبيرة دي. ما شاء الله اللهم بارك. وهننقله على العين اللي احنا حضرناها الوسط على نار هادية جدا، وهنغطيه وهنسيبه مع نفسه خالص. تعالوا نشوف مع بعض الرز. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ والريحة بجد تحفة. طبعا لازم نقلبه كويس ونرجع نغطي عليه تاني. بس كده. وزي ما احنا شايفين الرز بالجمبري بتاعي بعد ما خلص. شايفين الجمال؟ بجد حلوة قوي. طريقة سهلة بسيطة ما فيهاش اي حاجة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد.